بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. عملت بقى النهارده الاكله الاقرب لقلبي، اكله خفيفه وجميله وما بتاخدش وقت ومفيده جدا. الملوخيه مفيده جدا جدا لخشونه الرجل وللذكاء عند الاطفال. مش عايزه اقول لكم بقى، الله 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 على الجمال، مع بتنجانيه كده محدقه وشويه ملوخيه وحته فرخه، والله حتى لو مفيش فراخ خالص بجد بجد خطيرة. سلقنا معانا الفراخ اهو، زي ما حضراتكم شايفين لازم الفراخ تكون متبلة كويس، ملح وفلفل، ورق لوري، بصلاية، طماطماية كده عشان ندي طعم حلو للشوربة، علشان هنعمل من الشوربة ديت مرقة حلوة علشان نعمل بيها ملوخية ولسان عصفور. ودي اهم حاجة في الملوخية ولسان العصفور، ان يبقى المرقة حلوة. طول ما الشوربة بتاعتنا حلوة هنعمل ملوخية جميلة ولسان عصفور خطير. جبنا الملوخية اهي زي ما حضراتكم شايفين، زي ما انا قلت لكم قبل كده، الملوخية بجيبها وبغسلها كويس وبعدين بنشفها، ما بخليهاش تنشف قوي، تبقى يا دوبك نشفت ومستطريه شويه كده، لانك لما بتنشفيها قوي بتسمر معاكي وما بتبقاش حلوه. لازم الملوخيه تبقى إيه مطريه معاكي شويه كده. لما تبقى الملوخيه كده معاكي تفضل خضره ما شاء الله اللهم بارك ومسكره وخطيره. الشوربه زي ما حضراتكم شايفين، زي ما قلت لكم اهو، عملنا شوربه حلوه جميله وعامله وش جميل ان هي متبله كويس. الرز بقى رز بشعرية عملته معاكم قبل كده، بس برضو هعمله معاكم مرة واتنين وتلاتة، والمرة دي بقى انا عامله لكم على التك عشان تعرفي اي عروسة جديدة لسه من اخواتنا الحلوين الصغيرين يشوفوا الرز دوت بالطريقة دي هيطلع معاكي مظبوط مية مية. بنجيب الشعرية معانا ونحمرها كويس، حطيت معلقة سمنة وشوية زيت. السمنة بتدي طعم كويس والزيت علشان يحتفظ معانا ان الرزاية ما تبقاش معانا معجنة. حمرت الشعرية للون البني، اول درجات البني، ما بخليهاش ذهبي لانها بتفتح معايا كده. حمرت الشعرية معانا وبعدين رحت جاية حاطة، اللهم بارك، الرز اهو زي ما حضراتكم شايفين، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. حطيت ملح حسب الرغبة، كل واحد حسب ما بيحب وحسب الكمية اللي انت عاملاها. لو عملتيه بالطريقة دي من غير ما تعبري مية، من غير اي حاجة، هيطلع معاكي مظبوط ومية مية. جبت معاكي اهوت الرز زي ما احنا حاطين انا عامله حوالي 3 كوبايات رز على كوبايه واحده شعريه، معلقه سمنه، حوالي 5 معالق زيت، وحطيته كله في بعضه. ورحت جايه بعد ما قلبت الشعريه كويس وتحمر. بصي بقى، دي الطريقه اللي تخلي الرز معاكي مظبوط مية مية. بتحطي المعلقه كده وعنق المعلقه من فوق زي ما وريتك كده، الحته بتاعت المعلقه دي تبقى متداريه. طول ما دي متداريه رزك مظبوط وعمره ما هيعجن منك. ما شاء الله الرز اتشرب معانا، شايفين؟ اوطي النار بقى اول ما الرز يتشرب، اوطي النار على نار هاديه خالص واسيبه حوالي نص ساعه يتشمع، وكده بالف هنا وشفا هتاكلي معايا احلى رز. حرفيا بجد خطير. في حتة تانية شايفين؟ بجد هتلاقيه مفرفر معاكي والحباية مستقلة بنفسها كده، هتلاقي الرز مستقل بنفسه والشعرية مستقلة بنفسها، وما شاء الله خطير خطير بجد. شايفه مفرفر جميل ازاي معانا؟ الاكله دي جميله وسهله وحلوه وخفيفه جدا في الصيف كمان، عشان الطبيخ بيبقى شديد شويه في الماء على المعده وكده، بس ال- الاكله دي بتبقى حلوه وفي نفس الوقت مفيده وخفيفه. وعملت شويه لسان عصفور بقى حلوين كده من الشوربه الحلوه بتاعتنا جنب الملوخيه والرز ولسان العصفور. معانا اللسان العصفور ما تخلوش يغلي قوي، هو يا دوبك غلوتين وتطفي عليه النار، تفضل شوربة لسان العصفور معاكي خطيرة خطيرة بجد بمعنى الكلمة، زي اللي بتكليه في احلى مطاعم. اللهم بارك، بألف هنا وشفا لله ياكل. لكن لو انت سبتيه يغلي قوي معاكي على النار لحد ما يشرب شوربته وياخد كل سواه، بجد هيعجن منك وهيبقى مش حلو خالص. زي ما حضرتك شفتي كده بالظبط اهو، ده لسان العصفور زي ما شفتي، وبنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها. عملت معاكي هنا بقى، جبت معانا الطاسة اللي انا هحمر فيها لسان العصفور، هحطه في الحلة وهحمر فيها الفراخ وهعمل فيها الملوخية، كله في حلة واحدة، كله في طاسة واحدة.
زي ما بنعمل كله في حلة واحدة، كله برضو في طاسة واحدة. ليه؟ علشان نوفر وقت ومجهود معانا، ونوفر غسيل مواعين كتير، وفي نفس الوقت ما نبقاش مضايقين واحنا واقفين في المطبخ، نخلص حاجتنا بسرعة بسرعة بأقل مجهود. حطيت معانا هنا الشوربة زي ما انتوا شفتوا كده، وعملت لسان العصفور. انا وريتك احلى طريقه لسان العصفور، ما تخلوش يغلي معاكي ابدا. انا عملت الاكله دي اكله متكامله. يمكن تكوني النهارده محتاره ومش عارفه هتعملي اكل ايه، قومي دلوقتي بسرعه تبلي لك فرخه من اللي عندك في الفريزر، او ايا كان، حتى لو مش فرخه كامله بقى على قد مقدرتك، وتروحي جايبه شويه لسان عصفور وربطه ملوخيه. ربطه الملوخيه والله ب5 جنيه، يعني الأكلة دي كلها والله مش هتاخد منك ولا مجهود ولا فلوس كتير. يعني مثلا هنقول عشان ما نبقاش مبالغين، كل حاجة على بعضها ب120 جنيه. هنجيب مثلا معانا، انا عامله معانا النهارده، انا مش واخده الفرخه كلها، واخده منها قطعه الصدر اللي في النص دي، عاملاها بانيه، وعملت شويه لسان عصفور جنب الباقي، وشويه ملوخيه وشويه رز، وقضينا يومنا وبألف هنا وشفا. حمرت لسان عصفور بيبقى لونه ذهبي زي ما انتم شايفين كده، وتروحي جايه حاطاه في الشوربه. وطي النار عشان ما يفورش منك، هو هيفور مني دلوقتي عشان انا نسيت اوطي النار. وللمصداقيه انا قلت لازم احط لك الموقف دوت علشان ما تعمليش زي ما انا عملت. شايفه الدنيا ولعت معايا ما شاء الله، وبألف هنا وشفا. حطيت معاكم لسان عصفور، وانقذت برضو ما يمكن انقاذه. حمرت الفراخ في نفس الطاسه علشان، وما حطيتش زيت كتير عشان ما يبقاش برضو تهجير في الحاجه، احنا بنحاول نوفر على قد ما نقدر. حطيت حته سمنه معايا وشويه زيت صغيرين بس، عشان انا هزود سمنه تاني عشان هعمل الدهون اللي هتنزل من الفراخ لما تتحمر. هحط معاها التومه وهحمر فيها الملوخيه. بألف هنا وشفا للي هياكل. بجد بجد فيديو جميل وخفيف على قلبي انا شخصيا، وبحب الاكله دي قوي قوي قوي. عفوا يعني اعذريني لو التصوير معايا بعافيه شويه، معلش. حطيت الفراخ معاكم زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما تحمر الفراخ بقى دي، طلعتها، حطيت عليها شويه ملح وفلفل وبس كده. ورحت جايه مكان الطاسه اهو، حطيت معلقه سمنه تاني، وحطيت راس توم كويسه ودقيتها كويس، وحطيت شويه كزبره ناشفه. قلبيهم كويس جدا لحد ما اللون ياخد اللون الذهبي معاكي. الملوخيه معايا على النار التانية. بحط الملوخيه في الشوربه، واول ما تيجي تغلي بطفي على طول. انا حطيت الملوخيه، قلبت ويا دوبك طفيت، ما بخليهاش تغلي، علشان ده سر من اسرار ان الملوخيه تطلع معاكي مسكره وما ترقدش معاكي، ان انتي ما تخليش الملوخيه تغلي. طول ما الملوخيه بتغلي معاكي الملوخيه هترقد منك ومش هيبقى طعمها مسكر. وبعدين بعد ما حطيت الملوخيه، مش لازم تشهقي ولا حاجه زي ما بيقولوا، انا ما بشهقش بصراحه. اهم حاجه تعملي ملوخيه حلوه بالطريقه دي. التومه معايا اتحمرت يا دوبك، بس اول ما تبدا تفور طفيت النار وحطيتها في الطشه، وبألف هنا وشفا. كلي بقى شويه ملوخيه عسل، اللهم بارك. بجد بجد ندمي لو عملتي طريقه الملوخيه دي بطريقتي. انا كل صحابي اللي عملوها قالوا لي احنا ما كناش بنحب الملوخيه، انتي حببتينا فيها. والله العظيم بجد انا ما بقولش واي كلام وخلاص. ولو عجبتك طريقتي بقى ما تنسينيش في لايك وشير، وفضلا وليس امرا. يعني لو ما عجبتكيش ما فيش اي مشكله، احنا بنستفيد من بعض، ودوت طريقتي البسيطه. يا رب حد يكون بيستفيد منها زي ما انا بستفيد منكم، ويا رب دايما متجمعين مع بعض على فيديوهات كتير حلوه وجميله. شايفين لسان عصفور طعمه تحفه ولونه خطير بجد بجد بجد. هتزودي الشوربه بقى زي ما انت عايزه، والحبايه مستقله بنفسها كده، مش معجنه ومش حلو. حتى لو بات معاكي هتاكليه تاني يوم وبألف هنا وشفا.